الطرق للشام ثلاثة، اللي تودي للشام ثلاثة. الطريق الأول يسمونه طريق عرب عقيل، هذا تقريبا 900 إلى 950 كيلومتر. هذا يطلع من الكوفة على ناحية شبكة العراقية اليوم ويتجه باتجاه الشام، عفوا من الكوفة باتجاه الجهة الغربية ويتجه إلى الشام. وعندنا طريق آخر يسمونه طريق ضفاف الفرات، هذا الذي سار به أمير المؤمنين وسيد الوصيين إلى معركة صفين. ضفاف الفرات طوله تقريبا 1350 إلى 1400 كيلومتر. هذا منين يطلع؟ يطلع من الكوفة على الأنبار، على هيت وعانة وراوة حدود السورية، ويتجه بعد وين؟ إلى الشام. هذا طريق ضفاف الفرات لأن يصير ويا الفرات. الطريق الثالث هو طريق ضفاف دجلة، هذا طوله 1800 كيلومتر، ويمر بأربعة دول ضمن الخارطة الجغرافية اليوم. يمر بالعراق، سوريا، تركيا، لبنان. موكب الأسارة ما ذهب بطريق عرب عقيل ولا طريق ضفاف الفرات، أخرجه ابن زياد في طريق ضفاف دجلة، يعني اليوم نسميه الطريق العراقي. وبالفعل أخرجت العائلة الشريفة مع الرؤوس المقطوعة، وما يقرب من 2000 مقاتل من مقاتلي ابن زياد بقيادة شمر بن ذي الجوشن اللي هو كان قائد الرحلة يومها. وبعض النصوص أضافت إليه خولة بن زياد وحرملة، هذا الرجل اللي هو من أوزبكستان، وغيره من قيادات كتيبة البخارية يومها. طلعوا بهالطريق، ويذكرون المؤرخين أنه أول طريق وقفوا عنده هو طريق يسمى طريق اليعقوبية. هذا الطريق اليوم من تشوفه على نظام الGPS